كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية أن حالات الوفيات المفاجئة التي تعرضت لها بعض الأغنام بإحدى الضيعات المتواجدة بدوار ولاد الحمر جماعة الباركيين عملة إقليم برشيد ناتجة عن تعرض هذه الأغنام لتسمم معوي نتيجة تكاثر مرتفع لبكتيريا كلوستروديوم التي تعيش عادة في الأمعاء بنسب ضئيلة، مما أدى إلى حدوث موت مفاجئ وتدريجي لهذه الحيوانات في بضعة أيام، مؤكدا في المقابل أن الأغنام الأخرى المتواجدة بهذه الضيعة والغير موجهة للتسمين والتي لم يتم تغيير نظامها العلفي سليمة وفي حالة صحية عادية. وحسب معطيات مكتب السلامة الصحية فإن نتائج البحث في الضيعة وكذا النتائج المخبرية خلصت إلى ارتباط